قاعد تراودني كتير، لأنه الميديا أخذت مني كتير، على مستوى الأسري، على مستوى الشخصي، على مستوى الصحة، على مستوى أشياء كثيرة جدا يعني. وقد يكون برضو بعد مرات ما كنا ما مفلحين نوصل معلومة، قد نكون ما موفقين نوصل المعلومة، لكن في النهاية يعني م- آه، نحمد الله سبحانه وتعالى حافظ لنا في عمرنا إلى أن جينا عرفنا وين الصح والخطأ. بالتالي الناس لابد ما يفهموا تماما القرار ده. والله ما في ضغوط ولا في زول مملي علي ولا في شيء بيخليني بانه انا ادنجر لراجل. انا بالمناسبه يمكن في الغارات زي دي عنيد جدا، يعني ما شايف الحاجات دي، وما داير ارجع لجو جو الميديا بتاع زمان بالطريقه بتاعت الخطابات اللي كنا بنقدمها. لكن الداير اقوله للناس في قناعات يا اخوانا، ما في كل الميديا ده انت صح 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 صح. بنخطئ بنخطئ صراحة بكل حال من الأحوال. أن إحنا الناس لابد ما يفهموا، أنت بعد مرات مع جو الميديا أنت ما بتعرف بأنك قاعد تقول شنو. بتكون أخطأت في حق زول، بتكون أزعجت زول، بتكون حاجات كتيرة يعني. بعدين المسألة دي وقت تمشي تنوم كده بتعرف نفسك بأنك أنت غلط وين وأنت صح وين، وخير الخطاؤون التوابون. ونرجع نقول نحمد الله سبحانه وتعالى، ربنا حافظ لنا في عمرنا وفي عقلنا وفي قلبنا وفي جوارحنا وفي مشاعرنا، بانه الواحد بيقوم نفسه بنفسه قبل ما يجوا الناس يقوموه. آه آه فبالتالي يعني الواحد فينا طلع بكل إرادته. شكرا لك شكرا لك. وصراحة يعني علم لغة الأم. والله يا برشم يا أخي، آه، الميديا بصفة خاصة أنا خلاص يعني أنا اكتفيت منها تماما، اكتفيت منها وأخذت منها دروس وعبر، واكتفيت منها. مش الميديا، أنا اكتفيت من العمل العام. يعني العمل العام ده كله عمل العام ده بجملة وتفصيلة يعني. أول شيء بيبعدك من الله سبحانه وتعالى. أول شيء الناس لابد ما يفهم، ونحن في عمر بأنه ما بيسمح لنا الحتة دي، يمكن اللي عشناه ونحمد الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الكلام واضح، عمر أمتي ما بين كده وكده، يعني الناس عارفين الأعمار دي، ونحن يمكن على مشارف العمر ده. فأتمنى إنه ما تستفز الناس. فنحن قاعدين نتكلم كلام، ما خلينا نحترم بعض يا أخويا. ما صح، أنا ما قاعد أسيئك، فالحاجة دي ما فيها إساءة. ف